بصراحة يا جماعة أنا ما شفتش بني آدم بالطبع دوت. واحد طالع من العزا، جمهور الأهلي عامل له بالو في دماغه. أول حاجة بيعملها بعد العزا راح يقول لممدوح عيد ما تتصورش مع الأهلاوية دول ولاد كذا. يا راجل عيب عليك، عيب عليك، ده أنت خارج من عزا. خارج من عزا يعني عارف إن الدنيا متفاتة، عارف إن الناس بتموت، يعني تحترم نفسك، احترم سنك، احترم يا جدع ان انت عضو في مجلس اداره الزمالك. انت كده بتسيء لنفسك وبتسيء لمجلس اداره الزمالك. النهارده كل الناس بتغلي، بيقول لك مين ده؟ مين هاني شكري ده؟ قلنا لهم ده عضو في مجلس اداره الزمالك. قال لك يعني ايه عضو في مجلس اداره الزمالك؟ يعني عضو في مجلس اداره الزمالك يطلع يشتم جمهور الاهلي؟ يصح يا جماعه؟ لا طبعا ما يصحش. قال لك طب خلاص، احنا دلوقتي كنادي اهلي هناخد اجراء قانوني، احنا في بلد قانون. النادي الاهلي مشكورا تقدم ببلاغا للنائب العام. اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي قاموا بتوكيل محامين لتقديم بلاغات ضد المدعو هاني شكري. مين ده؟ مين ده عشان يغلط في جمهور الاهلي؟ مين ده؟ انت مين؟ انت خارج من عزا بتقول لي ممدوح عيد ما تتصورش مع الاهلاويه دول ولاد كذا، ومتصور صوت وصوره. ده متصور صوت وصوره، دي جت كده، هو ما يعرفش ان هو الكاميرا جايباه والموبايل جايبه بتاع الراجل الصحفي او الراجل اللي هو بيصور الناس خارجه من العزا، يشاء السميع العليم عشان يكشف نواياه. يكشف نواياه، يبين لك ان الناس ديت بتقوم بتنام بتحلم بالنادي الاهلي. النادي الاهلي عامل لهم ضغط في حياتهم، النادي الاهلي مخليهم مش شايفين قدامهم. الراجل بيتصور في واحد بيصوره بالموبايل ومع ذلك بيغلط في النادي الاهلي من غير ما يحس ان في حد بيصوره. خارج من العزا والموبايلات حواليه من كل الاتجاهات وبيتصور، ومع ذلك مغيب. فاخشيناهم فهم لا يبصرون. الغشاوه نازله على عينيه، بيتصور واحد بيصوره من الموبايل وهو بيقول لي ممدوح عيد ما تصورش مع الاهلاويه دول كذا، وبيتكلم واحد تاني يقول له ده كمان لسه هياخدوا الدوري. انت مالك؟ هياخدوا الدوري، هياخدوا الكاس، هياخدوا كاس العالم. انت مالك انت يا شكري؟ خليك في مصيبتك. قول لي الزمالك خد بطوله ايه؟ كلمني عن الزمالك وانجازاته. مش انت عضو في مجلس اداره الزمالك؟ ده انت ضريت نادي الزمالك انت ومجلس ادارتك. يا راجل حرام عليك، انتوا خربتوا النادي ده. ولا بطوله ولا ادب ولا احترام، يعني انت وصلت الناس بقت تكره نادي الزمالك بسبب افعالك. يا راجل خارج من عزا تروح تقول لممدوح عيد ده لسه هياخدوا الدوري، وتقول له لا ده الكاس بتاعنا، وانتوا بتطبلوا لبعض وبتقسموا البطولات بينكم وبين بعض. ده بيراميدز هياخد منك الكاس وهياخد منك اي بطوله، هياخد منك انت كزمالك، انما مع النادي الاهلي مش هياكل معانا في حاجه بفضل ربنا. يعني الحمد لله فرقه قويه، فعلا اعلى سكواد، فرقه بتلعب في كاس العالم للانديه.